السلام عليكم الاخوان، لاباس عليكم؟ مزيانين؟ تحيه طيبه من عند اخوكم محمد كوستا برافا اللي كيبغيكم واللي كيحبكم واللي هذوك الناس اللي تابوناو معنا جدادين. راك نتوما تابونيتو في واحد القناه ديال الاستفاده وغادي تستافدوا ان شاء الله. واللي باقي ما عرفش الفيديو والمحتوى ديال محمد كوستا برافا يرجع الفيديوهات القدام ويشوف ما هو المحتوى، وشوفوا دوك المحتوى وديروا جيم الله يحفظكم قبل ما تفرجوا في الفيديو. علاش؟ باش حتى حنايا نطلعوا نقدروا نفيدوكم، نقدروا نوصلوا لكم الفكره. والموضوع دابا اللي غادي نهضر عليه دابا كما وعدتكم، اليوم درت جوج الفيديوهات. كاين هذا الفيديو الاخر درت هو الاول وهذا الثاني، تفرجوا فيهم جوج وبارطاجيو وديروا جيم. والفيديو اليوم اخر يعني ما كان في الافاده، اقسم بالله. نقول لكم علاش. هذا واحد الشخص مغربي قتل الزوجه ديالو في فالنسيا، وهذه ماشي المره الاولى او الثانيه ولا الثالثه ولا العاشره او النمره 16 اللي قتل المغربي الزوجه ديالو هنا في اوروبا. وحنا كنعيشوا هذه المشاكل ما بين الازواج الا القليل اللي رحم ربه، الا من رحم ربي. شوف هنا في اسبانيا راه اللي بدينا من 2003 حتى 2022 الاحصائيات كتقول بان 1166 شخص راجل قتل مراته. القليل فين كتجبر المراه قتلت راجلها. والمغاربه اللي قتلوا الازواج ديالهم عيراد المهم هذا العام هذا في 2022 غاديين 33، وهذه 34 مغربي اللي قتل الزوجه ديالو هنايا في اسبانيا. والاسباب نتشعبوا فيها وغادي نهضروا فيها وغادي نهضروا في التعاليق وهضروا في الكومونتير ونجمعوا بيناتنا باش نعرفوا شنو هو الحل ديال هذه المشاكل. مغربي عادي عنده 41 سنه، مراته عندها هذه القصه اللي غادي نعاود لكم عليها اليوم في فالنسيا، في مدينه فالنسيا. واحد المغربي كايتها الناس بحالي نفس السن، مثلا عندنا 41 سنه ومراته عندها 31 سنه، يعني زواج بالنسبه للسن ما كايناش فرق كبير. ضروري الراجل غادي يكون كبير على المراه بواحد 10 سنوات. يعني كانوا عايشين السعاده هاد الناس هادو. عندهم جوج ديال الوليدات، رضيعه عندها 12 شهر يعني عام وشهرين، وبنيتها عندها 8 سنين خلوها في المغرب مع حناها كتحضيها، وهما طلعوا لنا هنايا وعندهم رضيع ديال عام وشهرين. والمشكل اللي وقع هو المدينه ديال فالنسيا تهزت على واحد الجريمه القتل البشعه اللي قتل مراته وصفى مع مراته وخلى داك الطفل عام وشهرين داتو الدوله باش يتبناه شي واحد، لان الاب كيمشي مؤبد عامشي حياته كامله في السجن. والام غادي تمشي عند الله سبحانه وتعالى لان ماتت مقتوله ماتت شهيده، الله يرزقها الجنه والسلوان. والبنت ديالها اللي 8 سنين غادي تربى يتيمه الابوين، وهذا هو الديفو اللي كنديروه الكبار وما كنردوش البال بان راه واحد الابناء صغار ما عندهم حتى شي ذنب، راه الانسان كيفكر كيكون اناني في التفكير ديالو، راه كيتعمى، راه الشيطان كيسيطر عليه. واوروبا ماشي سهله. الى نصيحه للرجال وللنساء، الراجل اللي طالع من المغرب وما جن هنايا باغي يدير داك الحكم العباسي، اولا باغي يدير فيها السيد كما كيقولوا، اولا باغي يدير فيها العروبه والمروءه، راه ماشي في هذه البلاد اخوتي. انا نقول لكم نصيحه لوجه الله، غمض عينك، دير عين شافت عين ما شافتش. راه ما يمكنش نتايا غادي المراه غادي ترجعها 100%، راه ما يمكنش. هذه راه من علامات الساعه الكبرى. المراه هذا هو الطبع ديالها، والراجل راه الطبع ديالو معروف. راه ما يمكنش انت المراه ترجعها 100% كما باغي انت. بنادم خصو يصبر، والنص اخر كيكمل النص اخر. ما خصناش يكون ضحيه هما الابناء. فعلا هنا المراه في اوروبا ليس هي المراه في المغرب. المراه في اوروبا عندها حقوق، فشوها بزاف، عطاوها حقوق ديالها كثيره. السيده ما بقاتش عواله على الراجل. هنا المراه في اوروبا، راه ما عوالاش على الراجل. اكثر هي اللي كانت خدامه وعندها الطوموبيل ديالها وعندها الدار ديالها، راك انت كراجل كتسمى مجرد فاكهه اولا شي قطعه حلوى كتعجبها كتاكلك وصافي. هادشي ما كاين. ولكن الا من رحم ربي، كاينه بنت الناس وبنت العائله اللي تموت مع الزوج ديالها، وكاينه الزوج اللي يموت مع الزوجه ديالو، واخا يكون اللي كانوا عايشين الحياه السعيده، وما اكثرهم في اسبانيا. حنا راه ما نقولوش حنا اوروبا فيها 90% ديال الطلاق، هذاك الشيء كذوب.
كاين رجال اللي مع النساء ديالهم عايشين الحياه السعيده وعايشين مزيانين ودوا وليداتهم كيربوا وليداتهم وعايشين ما قسم الله. اقسم بالله حنا في المدرسه عامره، المدرسه الناس بنت عاديه وراجل عادي بحالهم بحال باب الله كيدوا وليداتهم كيتكسوا على قد الحال عايشين مزيانين ما خصهم حتى شي خير. هاد الحالات ديال القتل والحالات ديال العصبيه فين كتوقع في بنادم كيبعد على الله وكيبعد على الدين. المراه ما كتعرفش الحقوق ديالها كمراه، والراجل ما كيعرفش الدور ديالو كرجل، وكيوقعوا مشاكل كثيره. المشاكل في الطمع طاعونا عباد الله في اسبانيا. فعلا اوروبا كتعطي الحقوق للمراه، ولكن كتعطيك الحقوق من واحد الجهه وكتزول لك الحقوق ديالك من جهه اخرى. دابا ها انت ضيعات. دابا هنايا المراه كتعطيك اوروبا كتعطي الحقوق للمراه حتى ما كتبقاش تفكر في الراجل، حتى الراجل كيسحاب لها هي كمجرد قطعه حلوى او لا لعبه ولا ما نعرف شنو. يعني الدوله هنا ملي كتمشي المراه المغربيه كتمشي لاسيستونس سوسيال ولا المساعده الاجتماعيه وهما كيبقاو يجبدوا لك لسانك. المراه الغير الذكيه ولا المراه البليده ولا المراه اللي ما عندها تجربه في الحياه، هذيك المساعده الاجتماعيه هي عدوه الانسان هنا في اسبانيا ولا عدوه المراه. راه كتبقى تجبد لك لسانك وكيبقى يجبدون ولادكم لسانهم كيفاش دايره عايشه وكيفاش دايره يداو الراجل واش كيعنفك. هي كتنوض تبكي حدا المساعده الاجتماعيه، كتنوض تبكي وانا الراجل ديالي كيعنفني وانا كذا ولا كذا. راه حنايا راه الوالدين ديالنا راه عياو ما يعنفوهم وكانوا صابرين مع الرجال ديالهم وربوا رجال الحمد لله، والحب اللي كان عند الوالدين ديالنا ما عمره ما غادي يتعاود. راك ديك المساعده الاجتماعيه ملي كتسول ديك المراه واش عندك شي عنف ولا هيدا راه حنا نساعدوك، راه كطمع. المراه كطمع، الراجل كيبقى يبان لا شيء، كتقول لا دار لك شي حاجه اجي اشكي لي صافي. هذاك المراه ملي كتمشي عند المساعده الاجتماعيه كتشجعها، هي كتشجع من الاخر تحشيها لها. انا نقول لك كيفاش غادي دير تحشيها لها. كتمشي عند الراجل ديالها كتبقى تفشش عليه، ايوا مالك ايوا اذا كتبقى ترد عليه الهضره، ما تبقاش طيب له الماكله ديالو، ما تبقاش تحترمه صافي. الراجل مسكين كيكون جاب واحد البنت باغي يكمل معاه حياته. نتوما كتعرف حنا المغاربه كيعجبنا نحكموا، كيعجبنا نكونوا رجال، كيعجبنا المراه تكون مثلا تحت منك. الحياه هادشي اللي كاين. حنا حنان وقلبنا ابيض، ولكن كيعجبنا حنا المراه تكون تحت منا ما تكونش فوق منا. حنا رجال، والا راه غادي نبدلوا حنايا الصوره اللي خلقها ربي ونبدلوا ايات الله. الرجال قوامون على النساء من الاخر، الرجال قوامون على النساء من الاخر. حنا حنان وحنا ظراف، ولكن حنا واحد الناس اولا الرجال واحد الطبع ديالو خصو يكون سبع في دارو، كيعجبو يكون سبع، كيعجبو يكون هو مور الراي هو مور الشوار. حتى المراه نشاوروها ما كاينش مشكل، ولكن الراجل المغربي كيعجبو يكون هو كاين. ما يمكنش نتايا غادي تحكم فيا وانت لا. خلي هذا الشيء عند الغرب. انتم كتشوفوا الغرب 100% ديال الطلاق عندهم وقعوا وعندهم عامرين بالزينه والفساد والسهرات وهذا. حنا العرب ما عندناش. دائما الراجل خصو يكون راجل، والمراه خصها تكون مراه في نطاق الاحترام. انا نحترمك وانت تحترمني، وطبيعي ما خصكش تبدلوا لي. هذا هو المشكل. لاسيستون سوسيال من الاخر كتمشي عند المراه كتبقى تعمرها كتمشي هي تعمر على الراجل ديالها، الراجل ديالها كيبقى يضربها ويعنفها، وحتى كتوصل لهذا القتل اللي وقع دابا في فالنسيا واللي وقع مره اخرى في طراغونه ووقع في برشلونه. ويا ما يوقع جريمه القتل، شكون السبب ديالهم؟ هما هذوك المساعدين الاجتماعيين اللي كيسحب لكم نتوما كيساعدوكم وراه كيحرطوكم على الرجال ديالكم وكتوقعوا في هذه الجرائم. هذا وحنفرضوا حنايا ما وقعتش جريمه القتل صافي. انت كتمشي تطلق الراجل ديالك، انتيا الدوله كتعطيك واحد 900 الاورو وكتخلصك على الولاد ديالك وكتعطيك سكنه، كتقول الله هذه هي الحياه، ولكن كيبقاو حاضنك. نهار مني الولاد يجيو ما واكلينش ولا يجيو كيبكي ولا يجيو مسخين يديو لك ولادك ويزولوا لك المرضى، وتبقى لا راجل لا انت براجلك لا انت بولادك. ولهذا ردوا البال وصبروا مع بعضياتكم كما صبروا والدينا. والزواج شي حاجه مزيانه كيجمعنا ما كيفرقناش. وجعلنا بينكم موده ورحمه. خصها تكون الموده وخصها تكون الرحمه. والراجل لا دخل معصب ما تزيدش تحك له في الطبره، خليه حتى يبرد وكذا. والمراه عاوتاني الا كانت عصبيه الراجل يدير شويه من حقه شويه من عندي وشويه من عندك، والحياه هي تستمر. ولكن لا جينا حنايا العنف من عندي ومن عندك، ها المسائل اللي كتوقع. كاينه جرائم قتل كتوقع اخوتي. والرجال ردوا بالكم، راه اوروبا ماشي هي المغرب، وزولوا العنف. والنساء رد بالك ما يكونش لسانك سليط. وبارطاجيو هذا الفيديو اخوتي، والله الا يستاهل بارطاج. تهلاو في راسكم اخوتي وشوفوا الفيديوهات ديالي كاملين.